الله بفصل القضاء بين العباد، وتتطاير الصحف والدواوين، ويفضح المجرمون، وأجري بين الناس أبحث عن صحيفتي وكتابي، وأنا أقول لا يا ربي، لا يا ربي، لا تجعلني ممن يأخذ كتابه بشماله. وأنظر فأرى أقواما فرحين مسرورين يركضون بين الناس يقولون انظروا لقد ربحنا، لقد نجحنا، لقد نجانا الله، كنا نظن أنه الحساب. وألتفت فأرى أقواما أيمانهم مغلولة إلى أعناقهم، وشمائلهم خلف ظهورهم قد أمسكوا بصحائفهم يبكون يا ويلتنا، يا حسرتنا، يا ندامتنا، يا بؤسنا، يا شقاءنا، ليتنا لم نأخذ الكتب، ليتنا لم نقرأ الصحف، ليتنا لم نعرف الحساب، ليتنا كنا تراب. ما أغنت عنا الأموال شيئا، ما أغنت عنا الدنيا شيئا، ما نفعنا الملك ولا السلطان. وفجأة ينادي الله جل وعلا فلان ابن فلان، وينطلق ذلك الرجل فيعرفه الله بالذنوب، ثم يقول للملائكة خذوه إلى النار، فترتعد الأجساد وترتجف القلوب، والكل ينتظر متى يحين دوره إلى جنة أم إلى نار. وأنا في ذلك الموقف العظيم أنتظر لا أدري أيصرف بي إلى الجنة أم إلى النار. وبينما أنا في ساحات يوم القيامة أقابل أمي الحنون فتقول لي يا ولدي حسنة أنجو بها وأدخل الجنة، فأقول دعيني يا أمي، فتقول يا ولدي أنا حملتك في بطني، أنا سقيتك من لبني، أنا غذيتك بحناني، ولدي هل نسيت من كان يسهر لراحتك؟ هل نسيت من كان يبكي لمرضك؟ ولدي أنا علمتك القرآن، ولدي أنا أمرتك بسنة النبي العدنان، ولدي أنا ربيتك على الحلال والحرام. فأبكي وأقول أمي دعيني وشأني، فأنا أولى أن أدخل الجنة بتلك الحسنة. وترحل أمي وتتركني، وأتابعها ببصري وهي تبتعد بين الزحام. أقول لنفسي لو كنت في غير هذا الموقف لفديتك يا أمي بروحي، لكنها النهاية يا أمي جنة أو نار. وأبكي بكاء شديدا، ويمر بي والد الحبيب فيقول لي يا ولدي حسنة أنجو بها من العذاب، فأقول يا أبتي لا أستطيع، يا ولدي أنسيت من أنا؟ لا يا أبتاه ما نسيت، لكن الموقف عصيب. فيقول يا بني أو تبخل علي بحسنة واحدة؟ فأقول يا أبتاه إنها النار يا أبتاه، إنها النار يا أبتاه، أنا أولى بالنجاة منها. ويتركني أبي ويرحل، ثم يأمر الله جل وعلا أن يتبع كل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع عباد الأصنام الأصنام، وعباد النار النار، وأصحاب الأحجار الأحجار، وكل تلك الأقوام تتساقط مع معبوداتها في النار. وأبكي وأنا لا أدري أين أذهب، لكنني أعلم أنني عبدتك يا رب، حتى وإن كنت عصيتك، إلا أنني كنت موحدا، ما طفت يوما حول قبر، ولا طلبت المعونة ولا الغوث من مقبور، ولا رفعت كفي لأحد سواك. وأنا الآن يا مولاي أنتظر مع المسلمين حتى تتجلى لنا فنتبعك. وفجأة وبينما أنا واقف مع الناس إذ بي أسمع اسمي، نعم إنه اسمي فلان ابن فلان، الملك يقول هلم يا فلان للعرض على الله. وترتعد الأقدام فما تحملني، فأجر جرا إلى الله، ويخلو الله بي يا فلان ابن فلان، فأقول نعم يا ربي. يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا ربي أذكره. وأنا مطرق الرأس لا أعلم من أين لي بالقوة أو الجرأة، وكيف أستطيع الحديث وأنا الآن أخاطب ملك الملوك. ويقول الله يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا ربي. فيقول الله أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فأقول نعم يا ربي. فيقول الله كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فأي سرور ذلك السرور، وأي فرحة تلك الفرحة. إخواني وأخواتي، إنني أبكي الآن وأتخيل هذا حالي إن مت على التوحيد والتقوى. أما إن كنت من أهل العصيان فلا أتذكر حينها ما سأقول. كلما يقال لي هل تذكر الذنب الذي فعلته
فأقول لا لم أفعله، فيقول الله اشهدي أيتها الجوارح، تكلمي أيتها الأعضاء، انطقي أيتها الأرجل، وتتكلم الأعضاء وتشهد الجوارح ويخرس اللسان. سبحان الله. ومن أعماق قلبي أنادي يا أيتها الجوارح، يا أيتها الجوارح، لقد سكت حتى لا أدخل النار، لقد صمت حتى لا تعذبوا في النار، فما الذي جعلكم تتكلمون؟ وما الذي جعلكم تشهدون؟ وحينها تصرخ الجوارح في وجهي لقد أنطقنا الله أيها العاصي، أنطقنا الملك الذي لا يمكن أن نعصيه، كنت تجبرنا على المعصية ونحن لا نريدها. تقول اليد كنت تجبرني على تقليب القنوات والنظر إلى الغانيات، وتقول العين كم نظرة خنت فيها مولاك، ويقول الفم كم حرام أكلته ورفعته إلي يداك، وتقول الأقدام كم معصية مشيت إليها وقادتني لها رجلاك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.